السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ منوريني ومشرفيني في قناتي. معانا النهاردة أكلة جامدة جدا مفيش حد ما بيحبهاش. الكشري المصري حاجة كده تحفة. عاملاه لكم النهاردة بكل تكاته وتفاصيله وطعم المحلات بالظبط. ان شاء الله وصفة النهاردة تعجبكم. ويلا بينا نبدأ بقى نحضر الكشري بتاعنا بكل تفاصيله. مش هنعمل كشري الحلة الواحدة والحاجات اللي طالعة جديدة دي، احنا هنعمل الكشري على أصوله وبكل تكته. معايا العدس بجبة منقوع وحمص منقوع، معايا بصل طبعا كمية حلوة، اهم حاجة في الكشري الورد، معايا رز ومكرونة انواع، معايا ايه كمان، معايا صلصة طماطم وتوم والبهارات بتاعتي. ونبدأ بقى كده واحدة واحدة. نقعت الحمص والعدس بالجبة وغسلتهم بعد كده، وغيرت المية اللي انا نقع فيها دي، وحطيت مية نظيفة وشطفتهم شطفة حلوة كده، ورجعت نزلتهم في المية الجديدة على النار على طول زي ما انتوا شايفين. حطيت العدس لوحده والحمص لوحده. الحمص هحط معاه بصلايه كمان، وهحط معاه شويه حاجات كده هتخلي طعم الحمص زي العسل. هنخلي الحمص بتاعنا عاطي شويه على الحمص الشام او الحلبسه اللي احنا بنعملها. حطيت معاه بصلايه، وحطيت معاه شويه كمون، وهحط معاه كمان طماطمايه وفص توم، وهسيبه يستوي بالطعم ده. هيدي طعم حلو قوي 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 للكشري. طبعا لما ببهر كل حاجه وبظبطها مع نفسها كده، في الاخر لما بيتحطوا على بعض بيدوني طعم رائع وحاجه كده تحفه بجد. ده الكشري بقى بأسرار المحلات والمطاعم، نفس الريحة والطعم. مفيش حد أكل الكشري من عندي إلا لما قال إن هو شبه المطاعم بالظبط. فحطيت لكم كل التكات والتفاصيل بتاعته عشان خاطر تكونوا ايه، عارفين طريقة المطاعم. حطيت توم زي ما انتوا شايفين على العدس بجبة، وحطيت توم كمان على الحمص. والعدس بجبة حطيت عليه شوية كمون وفصين التوم، وهسيبه يستوي بقى زي ما انتوا شايفين كده. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هبدأ بقى أخرط البصل بتاعي جوانح، علشان خاطر احمره يبقى الورد بتاع الكشري. كمية بصل كده لازم تكون محترمة، وهبدأ اقطعها كلها نفس التقطيع. هوريكم بقطعه ازاي. بصوا كده بقطعه زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده بفرفره من بعضه وبديله رشه من الملح. وهديكوا التكه بتاعت البصل ازاي يطلع محرمش دلوقتي حالا. هقطع كميه البصل اللي معايا كلها، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الاكله دي الاكله دي النهارده من اكتر الاكلات اللي انا بحبها. اكله حلوه جدا، بحب اعملها في البيت اكتر ما اشتريها جاهزه. بعملها في البيت بطعم المحلات بالظبط، الحمد لله رب العالمين. والنهارده هديكم كل تفاصيل وتكات الكشري بطعم المحلات بالظبط. زي ما انتم شايفين كده، قطعت البصل كله، هرش عليه معلقتين من الملح كده خفاف، او معلقه صغيره مليانه. هقلبه كويس وهفرطه كده من بعضه، واسيبه في مصفى زي ما انتوا شايفين كده شويه. ايه الشويه دول؟ الشويه دول البصل هينزل فيهم ميه كده. بحطه في مصفى عشان لما ينزل الميه بتاعته واحط الدقيق بعد كده ما تاثرش على البصل في حاجه. هي دي التكه اللي بتدي البصل حرمشه جامده جدا، بيبقى لونه فاتح وتحفه، وهو محرمش وزي بتاع المحلات بالظبط. هسيبه بقى كده شويه، ربع ساعه ولا نص ساعه حسب ما ايه وقتك يسمح. وبعد كده هنبدأ نديله تعفير الدقيق وننزله يستوي على طول. جبنا بقى انواع مكرونة، جبنا مكرونة عقل صغيرة بتاعت الشوربة، والمكرونة الكبيرة شوية، وجبنا مكرونة سباجيتي. وممكن كمان تحطي قلم، بس انا بصراحة ما بحبش المكرونة القلم في الكشري. هحطهم بقى كده على النار يتسلقوا، وابدأ اجهز باقي مكونات النهاردة.
عملنا الحمص، حطينا عليه بصلايه وطماطمايه وفص ثوم وكمون وكزبره وسايبينه يستوى. وقبل ما يستوي على طول خالص كده هحط له شويه من الملح، وحطينا كمان العدس بجبه يستوي، وحطيت له برده معلقه من الثوم، وحطيت له معلقه من الكمون ورشه من الكزبره، وسبته يستوي فيهم. البصل بتاعي صفى ميته، هبدأ بقى انقله في حاجة تانية واديله تعفيرة الدقيق وهحمره على طول، وبكده كمان البصل هيكون جاهز. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حطيت زي ما انتم شايفين كده الدقيق، وهحط كمان شوية من النشا، نص كمية الدقيق نشا. يعني لو حطيت كوباية دقيق هحط نص كوباية من النشا، واقلبهم بقى كده زي ما انتم شايفين مع البصل، وابدأ احمر البصل بتاعي كويس كده، هيبقى معايا محرمش وطعمه زي العسل. وما تنسوش تكتروا الورد شوية. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. احنا الفترة دي فترة امتحانات، ربنا يوفق اولادنا جميعا يا رب، ويسهل لهم الصعب وينجحهم ويوفقهم في كل حاجة يا رب خير ليهم. زي ما انتم شايفين كده سلقت المكرونة وصفتها، وهعمل فيها ايه؟ دي بقى التكة بتاعت المكرونة اللي تخلي المكرونة تفضل معايا حلوة زي الفل. هحط لها معلقتين كده من الزيت واقلبها فيهم. ليه معلقتين الزيت دول؟ عشان المكرونة ما تكتلش كده وتمسك في بعضها، لا تفضل مفرفرة وبتلمع وشكلها يبقى تحفة. ما بحطش زيت ياما، معلقة زيت اكل او معلقتين لو الكمية معاكي كبيرة كده بتبقى تمام جدا. بتفضل بتلمع، وبيبقى ما فيهاش زيت ياما اللي يضايقني لما اجي اكلها طبعا، وفي نفس الوقت ما تتكتلش معايا ابدا، تفضل مفرفره وجميله زي ما انتم شايفين كده. دي تكه المكرونه بتاعتي اللي بتخلي المكرونه تظبط معايا وتبقى زي الفل. هجيب بقى حله واحط فيها شويه زيت، وهنزل بكيس مكرونه شعريه. تمام. اهم حاجة في الرز بتاع الكشري المكرونة الشعرية، لازم الشعرية بتاعت الرز تبقى كتير. هنزل بقى بالزيت والمكرونة، وهزود حبة زيت من قلية البصل. زيت من اللي انا قليت فيه البصل بزود منه حبة كده، بيديني طعم للرز حلو جدا. دي التكات بتاعت الكشري اللي المحلات بتعملها، ان هما بيعملوا رز بالزيت بتاع البصل، ان هما بيبهروا العدس والحمص وهما بيسووهم، والمكرونه بيتحط لها معلقه من الزيت وتتلف بيها كده حلو عشان تفضل معايا مفرفر. في شويه تكات تاني هنقولهم بقى واحنا شغالين في الصلصه بتاعه الكشري. زي ما انتم شايفين كده هفضل اقلب فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي، وهنزل بكميه الميه بتاعتي كلها. طبعا انا مثلا معايا 3 كوبايات من الرز وعليهم كوبايتين من الشعريه، يبقى انا هحط 5 كوبايات من الميه. هحط كميه الميه بتاعتي لان انا حاطه كميه مكرونه ياما، وهغسل الرز وابدا انزل بيه بقى على الشعريه، وبكده الرز كمان بتاعي هيكون جاهز. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والتعليق الجميل بتاعكم، وتقولوا لي لو انتوا عندكم تكات تانية في الكشري، قولوا لي ايه التكات بتاعتكم، وقولوا لي ايه رأيكم في طريقة الكشري بتاعي، ويا ريت تجربوه وتقولوا لي طعمه طلع ايه معاكم. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. المكرونة بتاعتي بقى لونها ذهبي اهي وزي الفل. هبدأ بقى هنزل عليها بالمية بتاعتي. اخدت شوية زيت كده في حلة تانية، وهبدأ احضر الصلصة بتاعة الكشري. تمام. هبدأ اجهز الرز واجهز الصلصة بتاعة الكشري كمان معي. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. نزلنا بالمية كده، وهنحط كمان الملح ونغطي عليه ونسيب المية دي لحد ما تغلي، ننزل عليها بالرز اللي معنا. اللي نفسه في وصفة معينة اعملها له، يا ريت يكتب لي في التعليقات الوصفة اللي انتوا عايزينها، وانا هنفذها لكم على طول.
يا ريت تقولوا لي ايه رايكم في القناه بتاعتي وتشجعوني وتدعموني، تكتبوا لي تعليقات حلوه كده منكم. انتوا القناه هتكبر بيكم وهتبقى احلى واكبر قناه بيكم انتوا وبفضلكم انتم طبعا. هحط كده شويه من الزيت بتاع البصل برضو، هنزل فيه بمعلقه توم حلوه كده، وهبدا اقلبها لحد ما تاخد اللون الذهبي الفاتح. هنزل عليها بشويه من الخل، وبعد كده هنزل بصلصة الطماطم او عصير الطماطم، وهسيبها بقى تتسبك. هي دي صلصة الكشري معايا. بصوا دي اهم تكة في صلصة الكشري، الطشة بتاعتها. لو ما فيش طشة للصلصة بتاعت الكشري مش هتديك الطعم بتاع المحلات. لازم اعمل لصلصة الكشري طشة زي ما انتوا شايفين كده، بتديني طعم حلو قوي 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 للصلصة. هنزل بقى عليها بمعلقتين من الخل، وهنزل عليها بايه كمان، بعصير الطماطم اللي معايا. بصوا الخل اهو، هديها تقليبه كده مع الخل، وانزل على طول بعصير الطماطم الفريش اللي معايا، واقلبه واسيبه يتسبك براحته. اهم حاجة في الكشري طعم الصلصة بتاعته يكون مظبوط، البهارات بتاعتها تكون مظبوطة، وطعمها يكون مظبوط. الصلصة بتاعة الكشري هي اللي عليها العامل الكبير، والريحة بتاعة الطشة بتاعتها هي اللي عليها العامل الكبير في ريحة وطعم الكشري. اهم حاجة في الكشري الصلصة بتاعته. زي ما انتوا شايفين كده حطيت كمية الصلصة اللي معايا زي ما انتوا شايفين، وهقلبها واحط لها شوية من السكر، واسيبها تاخد وقتها في التسبيك. ايه البهارات اللي هتتحط للصلصة؟ ملح وفلفل ورشة من الكمون ورشة من الكزبرة. ملح وفلفل، رشه من الكمون ورشه من الكزبره، وممكن تحطي شويه شطه. بابريكا طبعا اساسي البابريكا فيها. ممكن تحطي صلصه جاهزه اللي هي علب الصلصة عشان تديكي لون قوي كمان فيها. وبكده الصلصة بتاعة الكشري اللي معايا تكون جاهزة. اهم حاجة ما تنسوش رشة السكر اللي بتعادل مستوى الحموضة في الطماطم وما تتعبليش معدتي. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. غسلت الرز وصفيته، وهنزل بيه كده زي ما انتوا شايفين على الحلة بتاعة الشعرية، وهغطي عليه واسيبه لحد ما يتشرب ويستوي براحته جدا. كده الرز كمان بتاعي خلاص جاهز على ان هو يتشرب، واوطي عليه واسيبه يستوي. اتشرب اهو، وقلبته تقليبة تانية ووطيت عليه، وهسيبه ياخد وقته في التسوية على الاخر. فاضل ايه كده؟ نعمل بقى الدقة بتاعت الكشري. في دقة حمراء وفي دقة بيضة. هنعمل الدقة الحمراء والدقة البيضة، ودول برضو سر من اسرار نجاح الكشري. حطيت ملح للحمص زي ما انتوا شايفين كده، ريحته وطعمه وهم بجد. يعني انتي ممكن من حلاوة الريحة والطعم بتاعت الحمص تاكليه كده زي ما هو. هحط بقى زي ما انتوا شايفين مية، وهحط فيها معلقة من الصلصة بتاعت الكشري اللي انا عملتها. حط فيها ملح وفلفل وخل، وهسيبها، والشطة طبعا اساسي، ورشة من الكمون، وهسيبها تغلي غلوتين حلوين كده، والطعم ياخد ويدي مع بعضه. وبكده الشطة الحامية تكون جاهزة. في طريقة تانية للشطة بتاعت الكشري، بس بصراحة انا ما بحبهاش لان بحسها تقيلة قوي على المعدة. ايه هي الطريقة؟ باخد معلقتين من الزيت بتاع البصل برضو، وبحط فيهم معلقة شطة مليانة، وبقلبهم على النار كده تشويحة لحد ما ريحة الشطة تطلع، وبنزل عليهم بصلصة من الطماطم اللي انا عملتها اللي هي بتاعت الكشري، الصلصة بتاعت الكشري. بحط معلقتين من صلصة بقى الكشري على الشطة دي، وبزودها حبة مية صغيرين. بكده بتكون جاهزة معايا. بس انا بحسها تقيلة جدا مش بحبها. الشطة او الدقة اللي انا عملتها لكم دي هي خفيفة وحلوة ولذيذة، انا بحبها، ما بتتقلش على المعدة زي التانية طبعا. ما فيهاش كمية زيت كبيرة زي الشطة اللي بنحمر لها البصل. الصلصة بتتسبك، والحمص استوى، والعدس استوى، والدقة الحمراء استوت، والرز كمان استوى. كده فاضل معانا ايه؟ الدقة البيضة. الدقة البيضة حطيت مية وكمون وخل. يعني مثلا لو حطيت كوباية مية هحط عليها كوباية من الخل، وهحط عليها معلقة من الثوم، وهحط عليها معلقة من الكمون، وهحطها تاخد غلوة كده على النار. وبكده تكون الدقة البيضة بتاعتي كمان جاهزة معي.
نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ادي المكرونة بتاعتي مفلفلة والدقة البيضة واللون المحمر شوية ده المية بتاعت الحمص. انا طبعا اعتبرتها زي الحلبسة وخليتها، وقلت اكيد حد هيعوز ياكل من الحمص حلبسة كده نديله حبة شطة عليها وياكله. بصوا البصل بتاعي لونه عامل ازاي ومحرمش وزي العسل كده. الكشري بتاعي جاهز على الغرف. طبعا الغرف دي كل واحد ليه طريقة في غرف الكشري وليه الطريقة اللي بتريح. وبكده الكشري بتاعي جاهز زي ما انتم شايفين، حاجة زي العسل. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.